انا دلوقتي مكان حضرتك في هندسه حاسبات القاهره سنه تانية، ومن وجهه نظرك ايه اكتر حاجه فاتتك في الكليه او غلطه لو رجعت ما تقعش فيها تاني؟ هي اكتر حاجه فادتني في الكليه هي ان انا اشتغلت في الصيف، اشتغلت من اول ما بين اجازه تانية وتالتة، وبعد كده وتالتة ورابعه وهكذا، يعني لحد ما اتخرجت يعني. دي كانت اكتر حاجه فعلا مفيده، لان انا حسيت ساعتها ان انا اتعلمت يعني بشكل عملي ايه اللي مطلوب وايه اللي محتاج اركز عليه. الكليه بتديك حاجات كتير قوي، وانت طبعا بتبقى انت ما تعرفش المجال، انت لسه داخل لسه بتقول صباح الخير، فما بتبقاش عارف ايه اللي مفيد بالنسبه لك او ايه اللي انت محتاج تهتم بيه. ممكن تبقى انت شايف كله كويس وبتذاكر كل حاجه، او انك شايف مش كله ملوش لازمه، انت ما عندكش فكره اصلا فبتطنش كل حاجه. اللي بيجراوند يو او بيخليك على الاقل تبقى عندك معلومه انك تحاول تشتغل في الصيف. انا كنت محظوظ ان انا لقيت حاجه ان انا اشتغل فيها في الصيف، وانا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في البودكاست مع اسلام محفوظ، لو حد كان عنده طقطان يسمع ال5 ساعات دول. بس يعني ايه، واتكلمت حتى عنده على البودكاست عندي وبتاع، يعني اتكلمت عن المرحله دي فمش هزود فيها كتير. لو حد يعني حب يدور عليها هيلاقيها. فانا انصح طبعا بانك انت تدور على قد ما تقدر على انك تشتغل في الصيف، ده هيساعدك جدا جدا. بالنسبه للغلطات، اعتقد ان الغلطه اللي انا يمكن تكون يعني ما فهمتهاش قوي، في حاجات مواضيع كتير اتشرحت لي كتير بس علشان ما كانش في ربط بينها وبين الواقع، بقيتش فاهم فايدتها، فذاكرتها على قد ما امتحنت فيها وخلاص. يعني مثلا حاجات زي في الماث، مثلا حاجات زي الفورير ترانسفورم والفاست فورير ترانسفورم، مش عارف البروبابيليتي والستاتستكس. الحاجات دي انا كنت ممكن ابقى احسن فيها كتير لو انا بس كان عندي المعلومه ان انا الكلام ده مهم على فكره، وهيساعدك قدام لو انت مثلا عايز تشتغل في الدي اس بي اللي هو الديجيتال سيجنال بروسيسنج، او عايز تشتغل في الصوت او الصوره او الكلام ده، هتحتاج الفاست فورير ترانسفورم، هتحتاج الكلام ده. او لو عايز تشتغل مثلا في الماشين ليرنينج او الحاجات الذكاء الصناعي عموما، الشغل بتاع البروبابيلتي والستاتستكس والماثيماتكس والكلام ده هيفيد قوي. طبعا احنا كنا الكلام ده بالنسبه لنا زمان قوي، فاحنا كان الماشين ليرنينج كان مجرد ارهاصات في هذه الفتره، يعني انا خريج 2005. فدلوقتي الموضوع بقى اوضح شويه، لكن احنا ما كانش واضح عندنا الكلام ده قوي ساعتها يعني. فدي يمكن الحاجتين اللي كنت ممكن ارجع ابص عليهم اكتر.